السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سحر من قناة أحلى الأكلات مع سحر، ودي قناتي بنقدم فيها أجمل الوصفات من التورت والحلويات والجاتوهات، وكمان مجموعة من الحلويات الشرقية والغربية. لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تعملي لي اشتراك للقناة واعملي لي لايك للفيديو علشان الفيديو يترفع ويوصل لأكبر عدد من الناس. لو تابعتي قناتي إن شاء الله هتلاقي فيديوهات جميلة جدا وأفكار كتير جدا جدا لتزيين التورت والجاتوهات. وكمان لو انت هتشتغلي مشروع اونلاين برضو باذن الله هتستفادي جدا من القناه بتاعتي. والنهارده هنعمل تورته الشوكولاته بالجناش الاقتصادي بطريقه سهله وبسيطه جدا. تابع معايا الفيديو للاخر، وقبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما ننساش نسمي ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. لاعملي الاسبونج عندي 4 بيضات، والبيض لازم يبقى في درجه حراره المطبخ. بنزل كده بال4 بيضات، بنزل عليهم بمعلقة من الفانيليا سايلة أو بودر عادي مش مشكلة، نص كوباية من المية، كوباية إلا ربع من السكر، سكر حبيبات عادي جدا، معلقة من محسن الجل. ومحسن الجل هنا لازم نحطه مش اختياري زي الاسبونش الجاهز. حطيت كمان معلقة من الخل وكمان رشة صغيرة من الملح، وشغلت عليهم المضرب لحد ما بدأ السكر والبيض يتجانسوا مع بعض، وأصبح الشكل بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا، اللون افتحه والقوام تضاعف. هنا هنبدأ ان احنا نحط الدقيق، وعندي كوبايتين ونص من الدقيق او من المواد الجافة. لو انت هتعملي سبونج فانيليا هتحطي كوبايتين ونص من الدقيق. انا هنا علشان حاطة سبونج شوكولاتة فحاطة كوبايتين وربع من الدقيق، وربع كوباية من الكاكاو الخام الاسباني. والكاكاو اللي هو ده بيبقى مخصوص للحلويات، بيبقى كاكاو غامق مش الكاكاو بتاع اللي احنا بنغليه. تمام. فبدأت ان انا كده طبعا هديت السرعة بتاعة المضرب، ويدوب ضربت ضربة واحدة لحد الدقيق ما تجانس كويس مع الخليط. ودلوقتي محضرة الصينية اللي انا هشتغل فيها مقاس 20، مبطناها بورق زبدة. وطبعا مسخنة الفرن كويس جدا قبل ما ابدأ في المكونات علشان الفرن بتاعتي تسخن وتبدأ تحقق درجة حرارة 180. صبيت الخليط كده وهبدأ ان انا اسويه كويس جدا بالسباتيولا علشان التورتاية بتاعتي لما تخرج من الفرن يبقى كلها في نفس الارتفاع. بسوي الخليط وبعدين ببدأ ان انا اخبطه خبطتين على الرخامة علشان لو في اي فراغات هواء او اي هواء زايد ابدأ ان انا اخرجه. وبعدين ببدأ ادخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد معايا حوالي ساعة الا ربع. بعد ما بتخرج من الفرن طبعا بسيبها. يفضل ان انت تشتغلي الكيك قبل التورتايه قبل التزيين بيوم كامل، او على الاقل ب3 او 4 ساعات. بتغطيها بفوطه نظيفه وتسيبيها لحد ما تبرد تماما. دلوقتي طبعا زي ما شايفين معايا جميله جدا ومش محتاجه حتى ان هي تتقشر. جميله جدا ولونها جميل وطريه قوي قوي وهشه وتحفه بجد. الاسبونج ده جميل جدا. بدأت ان انا اقشر كده الطبقة بتاعة الكيك بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا القاع بتاع الكيكة يعني هو شوية بيبقى ناشف، بس بصراحة في التورتاية بتاعة النهاردة جميل جدا. ظبطت المنشار كده على رقم 9، وهبدأ ان انا اقسم التورتاية بتاعتي تقسم على 4 ديسكات. شايفين قد ايه جميل؟ المسامات بتاعة الكيك متقفلة وطرية وناعمة وجميلة جدا جدا. هبدأ ان انا اقسمها كده على 4 ديسكات. طبعا انا التورتاية بتاعت النهاردة هستخدم فيها 3 ديسكات، والديسك ده بتستخدميه ممكن تعمليه كبات، ممكن تستخدميه في تورتاية تانية على حسب طبعا ايه شغلك. جبت البوردة اللي انا هشتغل عليها وبدأت ان انا اسقي. حطيت اول رق من الكيكة وسقيته كده بالسيرب، والسيرب ده طبعا احنا متعودين عليه. بيبقى نص كوباية من السكر، عليها كمان نص كوباية من المية، بياخدوا غلوة واحدة على النار. بعد الغليان بطفي عليهم واسيبهم لحد ما يبردوا تماما، وبعدين ببدأ ان انا اشتغل بيهم. هنا حطيت كده، كنت الاول نسيت ان انا اثبت الكيكة بطبقة يعني بنقطة كده من الكريم شانتيه. فثبتها وسقيت وبدأت ان انا اوزع الكريمة هنا طبعا انا حاطه عليها معلقة واحدة من الكاكاو، وحاطه عليها حوالي 3 معالق من الجناش. ما تكتريش في الكاكاو لان الكاكاو بيمرر الكيك وبيديله طعم مش مستحب. فدايما لما تحبي تعملي تورتة شوكولاتة يفضل ان انت تحطي جناش في الكريمة، فبيديها طعم غني وطعم جميل جدا. حطيت كل الطبقات ودلوقتي هبدأ احط الكريمة. وطبعا زي ما انتم متعودين معايا لو انتم متابعيني ان انا دايما بحب استخدم كيس الحلواني في توزيع الكريم شانتيه. سهل وسريع وجميل جدا جدا. بوزع كده طبقة من الكريم شانتيه، ودلوقتي ببدأ ان انا اجلس التورتاية بتاعتي باستخدام السباتيولا. طبعا بحطها كده وببدأ ان انا الف القاعدة الدوارة. لو في اي زيادات للكريمة بتبدأ تخرج معايا. ودلوقتي ببدأ برضو ان انا اجلس التورتاية من فوق واسوي السطح بتاعها.
لما نكون هنصب جناش على سطح التورتايه يفضل ان احنا نساوي السطح كويس جدا وما نخليش فيه اي ديفوهات، لان طبعا هتبقى باينه معانا وهيبقى شكل التورتايه بتاعنا مش لذيذ. سرحت جوانب التورتايه باستخدام السكرابر المشرشر، ودلوقتي طبعا بساوي الوش كويس جدا، واهم حاجه ننعم الوش. يفضل ان انت يبقى عندك دوره او حاجه فيها ميه سخنه من وقت للتاني بتحط فيها الاسباتيولا علشان تديكي الوش الاملس اللي احنا شايفينه كده والتجليس الجميل ده. دلوقتي باستخدام جناش الشوكولاته بدات ان انا اعمل دريب كده على جوانب التورتايه عشوائي. بلف التورتايه بالشكل اللي احنا شايفينه كده بالدريب داير ما يدور. انا مش عارفه الجزء ده وانا بمنتج كان بطيء جدا، يعني انا نسيت ان انا اظبط السرعه بتاعته، يعني هو اصلا كمان ابطأ من السرعه العاديه. ودلوقتي وزعت الجناش كده على وش على وش التورتايه، وهبدأ ان انا اساوي كده الجناش. يفضل ان انت بتساوي الجناش ان انت ايديكي ما تجيش على الكريمه علشان ما تبقاش الجناش شكله مش متظبط وتديكي الشكل الرخامي، لا يفضل ان انت الاسباتولا بتاعتك تبقى ثابته على الجناش. لو في اي فراغات شايفين انا بوزعها ازاي، لازم تبقى ايدك خفيفه جدا. هو انا مبطئه الجزء ده يا جماعه، بس مش عارفه هو اتبطأ قوي. انا حبيت ان انا اوضح لكم فكره الجناش دي، لان في ناس كتير جدا بعتت لي في التعليقات اللي هو الجناش ما بيظبطش معاها وبيديها الشكل الرخامي على وش التورتايه. فحبيت ان انا يعني اوضح لها قوي ان انت لما تيجي تصبي الجناش تعرفي ازاي توزعيه وازاي تشتغلي عليه بحيث ان هو ما يلزقش وياخد من الكريمه الموجوده من تحت ويبقى شكل التورتايه مش مظبوط. دلوقتي حطيت القمع اللي هو بتاع بلح الشام، وبدأت ان انا اعمل روزيتات بالشكل ده. تزيين بسيط جدا وسهل، يعني لو انت اول مرة تشتغلي تورت وشفت التصميم ده هتعرفي تنفذيه بكل بساطة وبكل سهولة. ودلوقتي عندي مالديزر ذهبي بالشكل ده كبير وصغير، هبدأ ان انا احط على الروزيتات الكبيرة اللي هو المالديزر الكبير، وكمان هبدأ ان انا اوزع من الكريسب الصغير على الروزيتات الصغيرة. بوزع بالشكل اللي احنا شايفينه كده قدامنا على كل واحدة، كمان بحط واحدة. تورتايه قمر قوي على فكرة وبسيطة، وانا كنت عاملاها تبع، يعني كنت عاملاها عرض على الجروب. كنت حاطة معاها قطع جاتو، برضو كان جاتو شوكولاتة. وزعت كده مالتيزر ذهبي صغير على بقية التورتايه. ممكن هنا تكتبي اسم لو صاحب التورتايه طالب منك ان انت تكتبي اسم، يعني احنا بندي افكار وانت بقى استخدميها على حسب المتاح وعلى حسب المطلوب منك. تورتايه زي ما احنا شايفين مقاس 20، جميلة جدا، بسيطة، فكرتها بسيطة وسهلة، شكلها جميل جدا وشيك جدا، وطعمها جميل. السبونش البيتي بجد بجد تحفة تحفة تحفة. ودي كانت الوصفة بتاعت النهاردة، ودي كانت وصفتي. اتمنى الفيديو بتاعي ينال اعجابكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب. لو ليكي اي سؤال سيبهولي في الكومنتات وانا هرد عليكي، والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.